قال عنبسة بن الأزهر تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحبة، فقيل له أتخرج لصلاة الجماعة وأنت في ليلة البناء، يعني ليلة استقبال عروستك وأهلك؟ قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء، يعني صلاة الفجر في جماعة. هذا الرجل تزوج وكان في ليلة الدخول على أهله، في ليلة الاستقبال لعروسته، فخرج يصلي الفجر مع الجماعة. فبعض الناس من الكسالى قالوا تخرج تصلي واحد في ليلة العرس. هكذا الضعف يدب في بعض المسلمين، وإلا قضية الزواج لا تمنع من أداء العبادات على وجه أكمل، لا تمنع من الإقبال على الله. فوقت الحياة الزوجية لها وقت يخصها، والعبادة لها وقت يخصها، لكن الضعفاء هكذا يعبثون.